اريد العالم يكون حسها يروح على الحسين، اريد العالم يكون تبكي على رقيه، انا اريد العالم يكون تذكر الحسين وتختنق بعبرته، حتى يحق قولي رسول الله ما ذكر عند مؤمن الا واختنق بعبرته. يا ابا بصير لقد قتلوه ابشع القتلات، قتل الحسين صبرا. تعرف شنو صبرا؟ يعني القتله فوق القتله. يا ابا بصير إن أمة يدعون من أمة محمد ينتحلون الإسلام يفرحون بقتل الحسين، واليوم تردون روحوا شوفوا أهل المغرب يدقون دف وطبول ويدقون ويرقصون، يوم فرح وسرور بقتلهم الحسين. اتخذوه يوم رقص، يوم تزويد، يوزعون الحلويات. روحوا للشام نتلقوا بنت علي وهي بالشام، بمن تلقوها؟ بمن تلقوها؟ تلقوها بطبول. قالت لهم ما تعرفون احنا منو؟ قالوا انتم خوارج الروم، انتم خوارج الديلة. يقول لهم ابو عبد الله في كربلاء: يا ايها القوم انسبوني من انا، انسبوني من انا، انا تعرفوني انا منو؟ اذا كان عندكم شك فاسالوا ابو سعيد الخدري، اذا كان عندكم شك اسالوا انس بن مالك، اذا كان عندكم شك اسالوا ابن عباس. انسبوني من انا، على من تقاتلوني؟ انا ابن فاطمه الزهراء، انا ابن علي المرتضى، انا ابن محمد المصطفى. اسالوا انس بن مالك سيقول لكم: لطالما رسول الله كان يقبلني ويقول: حسين مني وانا من الحسين، احب الله من احب حسيناه. وشوف اليوم يدعون الاسلام يفرحون بمقتل محمد وآل محمد. أبو عبد رسول الله على منبر، اسمعوا يا ناس، يعطي خطاب للناس. شاف الحسين دخل وعثر، شاف الخطاب وألقى بنفسه، حضن أبو عبد الله. الرواية عند السنة والشيعة. قالوا له ايش فيك؟ قال لهم: سقط ثمرة فؤادي، ما أقدر أشوف الحسين هيك يطيح وأنا أظل على المنبر. يا رسول الله شنو حالك؟ عندما هوى أبو عبد الله من على ظهر الجواد على وجهه، ترى الحسين كان نايم على وجهه، الشمر قلبه حتى يشتد على صدر الحسين ويقبض على لحيته ويضع سيفه في نحره. ترى كان نايم مولاي، التراب صاير على وجهه. الإمام صاحب الزمان يقول في الزيارة الناحية: السلام على المرمل بالدماء. تعرفون شنو المرمل بالدماء؟ يعني اختلط الدم والتراب بوجه الحسين، مرمل بالدماء، يعني اختلط التراب والدم بوجه سيد الشهداء. لاحظ هاي مصيبة ابو عبد الله، وما حد يحس بيها بس الغيارة، وما حد يحس بيها بس اللي يعرفون الحسين، وما حد يحس بيها محترق قلبهم على آل محمد. أما جماعة آل يزيد وأبناء معاوية سيتخذونه يوما فرحا وسرورا. ستجدون الحفلات بيوم العاشر، وتجدون الطبول، وتجدون المغربيات والتونسيات يزفن الشوارع بالطبول وهم لا يعلمون أنه يوم مصيبة الحسين ويوم رزية حلت على الإسلام، ويوم يوم فقدي حبيب رسول الله. حسين مني وأنا من الحسين، حسين سبط من الأصباط. في رواية أحمد بن حنبل من كتب أهل السنة: يأتي جبرائيل بتراب، قال ما هذه يا جبرائيل؟ قال له: هذه تراب النينوى، فيها يقتل هذا المولود، أتفرح يا محمد؟ فيها يقتل هذا المولود. قال: من يقتله؟ قال: أناس ينتحلون الإسلام، أناس ينتحلون الإسلام. أخذ يقبل بها رسول الله ويبكي، يبكي رسول الله على مصيبة الحسين، ويقول لك: ليش تبكي على الحسين؟ ترى مو كل مسلم يبكي على الحسين، ترى المؤمن رسول الله قال: ما ذكر عند مؤمن. المؤمن مؤمن مو مسلم، لأن المسلم اكو بهم يعيرون: ما ذكر عند مؤمن إلا واختنق بعبرته. والله واحد يسعد بالبث، تعرفونه، سني من الأردن، دائما يسعد وياه بالبث،
يقول لي يا اخي البارحه راسلني يقول لي سمعت قصيده على الحسين، يقول لي ما ظليت احس شعور غريب من اهل السنه والجماعه. يقول لي يا اخي قاعد اتالم، ظليت اتالم على مصيبه كربلاء، وشفته مخليها حاله في الواتساب لانه هو حافظ رقمه وانا حافظ رقمه، من اهل السنه من الاردن. قال لي اليوم اعطيه الصدقه هيك الكربلاء على مود كربلاء ما يعرفون الرجال. قلت له ان شاء الله واصله، لان هذا يوم مصيبه، هذا يوم عظمه، يوم رزيه. قال لي يا اخ علاء القصيده اذتني، اخوان القصيده اذته، يا هي القصيده الاذته. قلت له انت تعرف شنو معنى القصيده؟ اسمها نوح الراعبيه مو؟ قلت له تعرف نوح الراعبيه شنو؟ قال ما اعرف اسمه. قلت له الرواعب طيور، يقول الامام الصادق اجنوا في بيوتكم الرواعب لانها تئن على الحسين، السلام على من بكى عليه الطير في الهواء.